اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسه مكملين في شهر رمضان الكريم. النهاردة رابع يوم رمضان. هنعمل أكلة، بصوا مفيش بيت مصري بيخلى منها ومفيش حد ما بيحبهاش. الناس كلها كبير وصغير بيحبها، كله أجمع عليها. عندي هنا كده جبت الكبة وحطيت البصل وحطيت الفلفل وحطيت الطماطم، وحط كام كده فص من الثوم، حوالي 4 فصوص كده من الثوم بالشكل ده كده، وهبدأ اضربهم في الكبة. طب انا يا ست رباب ما عنديش كبة، او الكبة بتاعتي مثلا بايظة، هاتي المقادير دي كلها حطيها في قلب الخلاط ومعاها ربع كوباية من المية. خلاص سهلتها لك اهي. مش هو مطبخ رباب فتحي للاكلات السهله والبسيطه؟ سهلت لكم الدنيا اهي. هنضربهم كويس جدا بالشكل ده كده. وتعالي بقى نفضي الخليط الجميل بتاعنا ده كده في قلب الطبق، وهنضيف له بقى البهارات والتوابل والتحابيش. نص معلقة من الكركم، نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الأسمر. وهنظبط الملح تمام كده. يبقى نص معلقة من كل البهارات والتوابل اللي عندك، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، وهنظبط الملح زي ما احنا عايزين. وحطيت كمان زيت، وحطيت كمان، بس ما حطيتش حاجه تاني. وعندي هنا كده بطاطس كده طرنشات مقطعاها ورصيتها في قلب الصينيه، واحط كده كام معلقه كده من الخليط بتاعي كده اللي بصوا يعني شكله كده اساسا يفتح النفس، يعني وهي نية كده اساسا تفتح النفس. بقيت الخلطة دي بقى هعصر عليها ليمون. طب ليه؟ عشان احط كده وهتبل بيها كده الفراخ واحطها على وش صينية البطاطس. صينية بطاطس بالفراخ بطريقة سهلة وبسيطة، وما خدتش مني اي وقت خالص. وطعمها كان رهيب، طعمها فعلا والله التتبيلة بتاعتها وطعمها كان حلو جدا. فعلا الأكلة دي بيجمع عليها الكبير والصغير. صينية البطاطس بالفراخ تحفة 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 تحفة. بتبقى موجودة كده في قلب على السفرة كده، ومعاها شوية رز بشعرية. بس أنا بقى يعني هتشوفوها كده في الآخر كده، هقول لكم تاكلوها ازاي. بالشكل ده كده رصيت عليها الفراخ كلها، وهبدأ بقى في التتبيلة دي كلها اللي فضلت معايا هحطها من على الوش كده بالشكل ده كده. وشم الريحة بقى، تحفة 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 ما شاء الله، بجد رهيبة. هبدأ بقى احطها في الفرن. تعالوا بقى نعمل كده جنبها شوية سلطة بلدي، بصل وطماطم وخيار وخضرة وفلفل وجزر مبشور. وضفت عليها معلقتين كبار من الخل، وربع كوباية من المية، وملح وشوية شطة بس. ما تحطيش اي حاجة تاني. بصوا تعالوا اوريكم سلطة فعلا زي سلطة المطاعم وسلطة الحاتي. بصوا شايفين المية بتاعتها؟ المية بتاعتها دي بس تكفي كده حاجة تانية. وعندي هنا طبعا اما بدخل المطبخ بتاع حماتي بيبقى معايا طبعا سلايفي اللي هم اخواتي وحبايبي. فدي كانت سلفتي ام شهد، كانت بتخرط الملوخيه، ملوخيه خضرة بقى كده بالمخرطه. سيبك انتي بقى من الكبه وشغل الكبه، المخرطه بقى هاتي وخدي كده. هوريكم شكلها في الحله عامله ازاي. انا هنا بقى بعمل الرز بالشعريه، نص كيلو شعرية على كيلو رز. وهنا كانت حماتي ربنا يبارك فيها يا رب، كانت جايبالنا كده فرختين كده عتاقي كده حلوين، وكانت حاشياهم فريك قبل ما احنا ما نروح، واحنا بنكمل بقية الاكل. بتسهل علينا الدنيا. ربنا يديك الصحة يا حاجة. بالشكل ده كده حمرها لغاية ما يبقى لونها عامل زي الجل. هحط الرز. ايوه يا شيف رباب، قلبي بقى، قلبي. خربت السمنه يعني وخربت الدنيا، يلا زي بعضه. اهو شهر طول والله عارفه.
هانت. لا لسه ما هديتش، ده احنا لسه ما هناش، لسه بنقول يا هادي. الدفعة التانية لسه ما جاتش. طب انا هسألك سؤال ماشي وهطلعها. بتحبيني؟ ما بقبلكيش. ما بتحبيني؟ بحبكيش. بتحبيني ولا لا؟ ما بحبكيش. ماشي ماشي يا بس. ستي، القلوب عند بعضها. بس خلاص. ماشي براحتك، ما تحبنيش براحتك. بقالي 17 سنة ما بسأل السؤال ده. بحبهاش. طبعا دي صوت حماتي، بنضحك ونهرج. طبعا هي عارفاني ان انا ايديا فرطة قوي في السمنة والزبدة. انا بحب ادي كل حاجة حقها، وكل ما اعمل حاجة وتقول لي الله يبارك لك الله يبارك لك، اقول لها بتحبيني تقول لي لا ما بحبكيش. 17 سنة على هذا السؤال. يا تيتا ببقى واقفة في المطبخ، يا تيتا بتحبيني تقول لي لا ما بحبكيش. شفتوا؟ خليكوا شاهدين. بس بعمل لها كل حاجة اهي وتقول لي في الاخر ما بتحبنيش. بنضحك وبنهزر طبعا، ومتجمعين كده على حسها انا واخواتي حبايبي. فعلا اللمة دي حلوة قوي. كده سقيت الرز وخلصت، وتعالوا بقى نعمل كده شوية عصاير كده حلوين. ده هنا كده عصير بلح باللبن. غسلت اللبن ونقعته كده شوية في قلب المية. اول ما حسيت ان هو طري كده بعد نص ساعة مسكته حطيته في قلب الخلاط وحطيت اللبن كده. وضفت كمان السكر، بس مش هكتر السكر قوي لان طبعا احنا عارفين ان البلح بيبقى طبيعي مسكر. اديته ضربتين كده في قلب الخلاط ورجعت. وجبنا فراولة ونضفناها وغسلناها وحطيناها في قلب الخلاط وضفنا عليها سكر وكمان لبن بخير. ويا سلام بقى لو علبة زبادي او كلمة كده كريمة، بيديها كده العصير الفراولة ده في حتة تانية خالص. طبعا لزوم الملوخية بقى ايه، دقة توم كده في قلب الهون بالشكل ده كده، توم وكزبرة. طبعا المشاهدة بقى اللي كانت ماسكة الملوخية في التخريط والتقطيف والعمايل، بس انا حبيت ان انا اصورها لاني بصوا خضرها كان عاجبني جدا ما شاء الله، وكانت ريحتها ايه، كانت حاجة تانية. وبصوا شايفين ومشاهدة هي حاطة السمنة والزبدة قد ايه، مش انا والله، ده هي اللي عاملاهم، هي بقى اللي بتخرب السمنة، هي اللي كانت الجبنة. خليكوا شاهدين عليها. طبعا انا وسلايفي بنبقى واقفين في المطبخ، اللي تغسل مواعين، اللي تعمل حاجه، اللي تسوي حاجه، يعني مش انا بس اللي ببقى شايله الشغل كله. بنبقى ايد واحده بصراحه، هاتي وخدي اعملي سوي، انا عملت كذا طب انا هعمل كذا. فربنا يبارك لنا في بعض يا رب، ويحمينا ويجعلنا يا رب سند وظهر دايما لبعض. ودي بقى طشه الملوخيه بقى والرز المفلفل بقى، اوعى. خلاص كده بقى، خلاص الاذان كان قرب، قلنا بقى نغرف ونجهز السفره بتاعتنا. شويه رز بقى، بصوا الحباية مخصمة التانية مفلفلين كده وريحتهم. كنت ساقيهم كمان بشوربة الفراخ، كانت مخليهم ايه بالشكل ده كده. وادي صينية البطاطس، بصوا شايفين صينية البطاطس يا خراشي. سيبولي الصينية دي كده بس وعيش كده وادوني. شفتوا بقى صينية البطاطس تاكل بايه؟ مش عايزة رز، هي عايزة بقى رغيف عيش كده وبتنجان مخلل كده ولا مخلل جنبها. ياه يا سيدي يا سيدي. بصوا شايفين البطاطس وجمالها ولمعتها يا خراشي. كان طعمها بجد حلو جدا، وطريقه سهله وبسيطه ومخدتش مني اي وقت خالص، وكان طعمها رهيب. مهما تعملي صينيه بطاطس والله الطريقه دي اسهل واحلى واطعم صينيه بطاطس. ودي كانت سفرتي النهارده. طبعا العصاير البلح والفراوله والملوخيه والفراخ السلطه كانت جميله جدا، والملوخيه بقى وحلاوتها. ما اقولكوش كل سنه وانتم طيبين، ويجعل الايام كلها هنا وسعادة وفرح، ويبعد عننا اي حاجه وحشه وكل عين وحشه واي حاجه سوء. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي حاجه في التعليقات او عايزه تسالي عن اي حاجه ابعتيلي في التعليقات. شكرا لحضراتكم لمطبخ رباب.